اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الهنا، صباح التفاؤل، صباح السعاده على قلوبكم احلى متابعين في الدنيا. حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وهنا. النهارده هنعمل اكله كده من ايام زمان، ريحه الزمن الجميل. من روايح زمان الأكلة ديت. طبعا كانت أمي بتعملها كده، بس أنا هعملها بقى بشكل مختلف شوية. سفرتنا النهاردة تبقى متنوعة وجميلة جدا. لو انت عندك عزومة ممكن تعمليها. لو انت برضو حابة تاخدي صنف وتعمليه مع التاني، مفيش مشكلة. هتنوعي سفرتك بأقل حاجة كده جميلة جدا جدا. تابعيني لاخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. اول حاجه يا بنات، كان معايا كيلو لحمه اهوت، ابتديت اهوت اقطعه. طبعا اللحمه ديت القطعيه فيها حته دهنه، حاجه بسيطه يعني عشان الشوربه بتاعتي تبقى دسمه وجميله. اول حاجه اهوت هنعمل اللحمه بقى. معايا اهوت حله على النار، حطيت فيها معلقتين زبده، ورحت نازله بالبهارات الصحيحه اللي هي ورق لورا وحبهان ومستكه وقرفه وقرنفل. تمام. هتشوحيها شويه في الزبده وبعدين تنزلي اللحمه بتاعتك اهو، تكون غسلاها غسله كويسه طبعا. ونقعيها بملح وخل وليمون لمده ربع ساعه، وبعدين تنزليها كده في الزيت اهو زي ما انت شايفه. طبعا هننزلها ونحاول على قد ما نقدر، يعني نخليها سوا بعض كده، يعني نخليها جنب بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا النار في الحالة دي يا بنات بتبقى عالية، بتعلي النار خالص عشان تاخد صدمة. انا عايزاها تاخد صدمة خفيفة، مش عايزاها تحمر مني. عايزة اقفل بس مسام اللحمة. تمام. خلاص اهو يا بنات كده اهوت. اول ما تاخد صدمة معايا بروح قلبها على الناحية التانية. طبعا النار بتبقى عالية برضو. بتبدأي بقى تقلبيها كلها كده بالشكل ده، تاخد صدمة كمان. طبعا قبل ما نبدأ اي حاجة زي ما احنا متعودين بنخلص مواعيننا وبنشطب شقتنا وبنخليها زي الفل عشان ندخل على الاكل على طول، ما ياخدش وقت معانا يعني. ويا دوبك المواعين اللي بتطلع منه نغسلها وخلاص على كده. خلي مطبخك دايما مرتب ونضيف عشان الدنيا تبقى رايقة حواليك. خلاص حطيت البهارات بتاعتي، حطيت كاري وحطيت فلفل اسود وحطيت بهارات لحمة، وحطيت طبعا مش هحط الملح دلوقتي خالص. وحطيت طبعا شوية كزبرة وشوية كمون. هنقلب ده كله في بعضه بقى زي ما انت شايفة كده. طبعا وشوية كاري يا بنات. حطيت الخضار بتاعي بقى، الطماطم والبصل والجزر. بتقطعي كده طماطمايه وبصلايه وجزرايه وتروحي مقطعاها هي والفلفل طبعا، وتروحي مشوحاها تشويحتين كده مع الخضار. اللحمه بتاعتك تشوحيها تشويحتين مع الخضار. تمام. خلاص كده هو زودت المرقة بتاعتي. هتاكلي احلى شوربة النهاردة. يعني هي كده منها فيها محمرة ومنها برضو فيها شوربة. طبعا تكملتها في اخر الفيديو تاني هنشوفها هتبقى عاملة ازاي. خلاص كده انا خلصت اللحمة، هسيبها تستوي بقى معايا، تاخد ساعة معايا. طبعا ما تزوديش الشوربة عن كده عشان هقولك تكاية بسيطة كده لو حبيتي يعني تغمسي، ولو حبيتي تشربيها بمرقة. تمام. خلاص هبدأ بقى. اهوت كان معايا فرخة اهو يا بنات. هبدأ اخد الصدر بتاعها عشان هنعمل بيه اكلة النهاردة الوصفة التانية بتاعتنا. هبدأ اخد الصدر. طبعا الصدر الفرخة كان كبير معايا. ابتديت بقى اشكله بالشكل ده. شلت الدهنية بتاعتي دي طبعا خالص، واقسمه نصين وابدأ بقى اعمله عشان هنعمله للوصفة التانية. هقطعه كده يعني مكعبات، ولا مكعبات صغيرة ولا كبيرة، زي ما انت شايفة كده. يعني بتقطعي الصدر نصين والنص بتقطعيه على تلات، ولا عايزاها رفيعة ولا عايزاها تخينة. تمام. زي ما انتوا شايفينها كده. ممكن تقطعها بالطول برضو، يعني تبقى عاملة زي الشاورما ما بتقطعيها كده، بس انا حباها النهاردة تبقى مكعبات. اهي يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي بقى كده واذكري الله عشان كل حاجة تبقى سهلة معانا في الفيديو. طبعا زي ما قلت لكم تنفع عزومة. الأكلات اللي هنعملها النهاردة تنفع عزومة، بس من زمن الجميل، الزمن القديم بتاع مامتي ومامتك وجدودنا. حاجة كده عسل عسل عسل. هتاكل صوابعك وراها النهاردة.
كانت السفرة لذيذة وجميلة وما خدتش وقت خالص، كنت ساعة وخلصت كل ده. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين، ابتديت اقطعها اهوت، قطعتها كلها مكعبات. طبعا الكمية اللي انت حباها بقى، يعني عندك صدرين عندك 3، الكمية على قد الكمية اللي انت هتعمليها. تمام. خلاص كده هشيلهم بقى، اغسلهم غسلة حلوة وانقعهم بخل وملح وليمون، وبعدين نشوف هنعمل ايه. معايا هنا بقى الخضار بتاعي، معايا طماطمايه ومعايا فلفلتين ومعايا بصلتين. هبدأ اقطع البصل بتاعي كده بقى اجنحة جوانح زي ما انتم شايفينها كده. طبعا لما تقطعيها جوانح في الوصفة دي بتبقى جميلة جدا عن ما تخرطيها يعني حتت صغيرة. خلاص كده قطعنا البصل، هنقطع الفلفل برضو مكعبات حتت صغيرة كده، والطماطمايه برضو بتديها نكهة حلوة. هنقطعها برضو او تبشريها، يعني لا تقطعيها لا تبشريها، بتدي طعم احلى برضو. خلاص كده يا بنات اهوت، خلصنا الخضار بتاعنا بقى. معايا طاسة على النار يا بنات، هنحط معلقتين زيت كبار، هنستنى على ما الزيت يسخن معايا، وبعدين انزل فيه المكعبات اللي احنا عملناها بتاعة الفريخ. المكعبات ايا كان، يعني عملتها بالطول، زي الشاورما عملتها مكعبات، الكمية اللي انت عاملاها حطيها. هنحط التوابل فيها اول ما تاخد صدمه كده من الوشين، طبعا بتعلي النار تاخد صدمه، وبعدين اول ما لونها يتحول للون اللي هو الابيض قوي بتروحي حاطه التوابل عليها. معايا بهارات فراخ، ومعايا معلقه كركم، ومعايا بابريكا، ومعايا شويه فلفل اسود، ومعايا كمان كزبره وكمون. بحب احط الكزبره والكمون في الفراخ، بتبقى ريحته جميله جدا. معايا البصله اهيت بقى، شوحنا شويه بالبهارات وبعدين ننزل البصلتين بتوعنا، البصلتين اللي احنا عاملينهم اجنحه معانا زي ما انتم شايفين كده. هنفضل بقى نشوح شويه فيها لغايه ما البصله تدبل معايا، وبعدين نزود الفلفل معايا. كل شويه بقى رج الصينيه بتاعتك كده زي ما انت شايفه. وادي كده البصله دبلت معايا، نزلت الفلفل يا بنات، وافضل اشوح فيه شويه. طبعا النار بتاعتي بتبقى متوسطة في الحالة ديت. هننزل بقى الطماطم. طبعا عرفتوا انا بعمل ايه، بعمل الفاهيتا حاجة كده عسل، او الشاورما يعني لو حابة تقول عليها شاورما ماشي، فاهيتا ماشي. اهو بنشوحها بقى شوية كده تشويحتين خفاف كده، وبعدين هنستنى شوية 5 دقايق على النار، وبعدين نقفل عليها. معايا حلة على النار اهيت بقى، هبدأ احط فيها معلقتين زيت، ورحت حاطة البصلاية بتاعتي. طبعا البصل بتاعي ده انا بخلصه في الاول خالص، يعني بتخلصي البصل كله، كمية البصل اللي انت هتستخدميها في الوصفات النهاردة كلها مع بعضها بتقطعيها وتقشريها في الاول، وتبدأي تعملي الاكل بيه. تمام. اول ما لونها دبل معايا ولونها بقى مصفر معايا كده، ده حطيت 3 4 فصوص ثوم مهروسين، قلبتها شويه لغايه ما ريحته طلعت، وبعدين نزلت الصلصه بتاعتي. حطيت كوبايه صلصه، وعليها طبعا معلقه صلصه او معجون صلصه او هريسه شطه. تمام. خلاص كده يا بنات اهوت، هنزل البهارات بتاعتي بقى، فلفل اسود وملح وكمون وبهارات. طبعا الراعي الرسمي بتاعنا النهارده طبعا البهارات والفلفل الاسود. حابه تحطي اي بهارات حطي، بس ما تزوديش البهارات في الطبيخ عشان ما يغمقش معاكي. تمام. حطيت 3 4 عود كزبره وهي بنات زي ما انتم شايفين، وحطيت كمان مكعب مرق وشويه زيت عشان الطبيخ يبقى دسم وشكله جميل معايا. هبدأ بقى اعمل القلقاس بتاعي، القلقاس الجميل بتاعي. جميل جدا، أكلة جميلة جدا، احنا نعملها بأنواعها بنوعها الاتنين النهاردة. هنعمل القلقاس بالصلصة، وهنعمل القلقاس بتاع زمان بالكزبرة والسلق والحاجات الجميلة ديت. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا القلقاس هنا اهوت، القلقاس ده صغير ازاي، كنت جايباه من السوق، كنت جايبه الاتنين ب10، كان جميل جدا معايا. عملت منه مرة قبل كده وعجبني جدا، قلت لازم انا اشارككم النهارده اكلة زمان الجميلة ديت. ابتديت اعمله هو يا بنات مكعبات زي ما انتم شايفينه، بتقطعيه طبعا، بتشيل الحتة اللي في الاول دي، وبعدين تقطعيه، تقشريه كويس، وبعدين تبداي تقطعيه زي ما انت شايفة كده مكعبات مكعبات، ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة. تمام.
خلصت اهوت تقطيع. انا هعمل النهارده 4 وحدات عشان يقضوا الوصفتين اللي انا هعملهم. طبعا على حسب بقى ما انت بتحبي بالصلصه، اعملي، بتحبي بالكزبره والسلق، اعملي يعني زي ما بتحبي اعملي. احنا بنحب ده وبنحب ده. قمت عامله الاتنين عشان اشارك كل اتنين. يعني كانوا جمال جدا جدا جدا. خلاص كده قطعتهم، هغسلهم بشوية ملح، معلقتين ملح، تحطي معلقتين ملح وتغسليهم بمية سخنة عشان طبعا الحاجات اللي بتلزق فيها ديت ما تشوفهاش خالص. خلاص الطماطم كانت اتسبكت معايا. هو طبعا الطماطم بالنسبة لكل متابعيني اللي بيتابعوني على طول عارفين الطماطم انا بجيبها. طبعا بجيبها اغسلها كويس وبعدين اضربها في الخلاط واصفيها واسيبها تستوي بقى على النار، وبعدين اشيلها في الفريزر بتبقى مستويه وجاهزه معايا. بطلعها على الاكل بتبقى جاهزه وزي الفل معايا، ما بتاخدش وقت خالص. اعمليها بالطريقه ديت هتوفر معاكي وقت ومجهود كبير. خلاص كده اول ما اتسبكت يعني نشفت شويه معايا كمان لانها طالعه من الفريزر. رحت حاطه القلقاس بتاعي بعد ما اتغسل بملح. لو حسيتي اللي فيه لسه سنة زفارة حطي عصرة ليمون. تمام. سنة الزفلطة اللي بتبقى في القلقاس دي. خلاص كده شوحته تشويحتين في الصلصة وبعدين زودت المرقة بتاعتي. تمام. خلاص يا بنات كده خلصنا الطبيخ ده، هسيبه يستوي بقى مع نفسه. معايا بقى شوربة في حلة اهوت على النار. حطيت نص الحلة شوربة، يعني على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ورحت منزلة القلقاس فيها. اول ما تغلي معايا بتنزلي القلقاس فيها. شايفين الشوربة بتاعتي دسمة ازاي؟ دي شوربة اللحمة اللي احنا عاملينها في اول الفيديو. خدت منها كده، كانت اللحمة لسه ما استوتش وزودتها تاني، بس شوربتها دسمة وجميلة. هسيبه القلقاس يتسلق شوية ومعايا السلق طبعا والكزبرة. يعني نص ربطة سلق على نص ربطة كزبرة على 3 4 فصوص توم. معلقتين شوربة وتاخديهم تضربوهم في الخلاط. حابة تسيبوهم ينشفوا على النار الأول بمعلقة زبدة ماشي، مش حابة يبقى تعملي زي ما أنا بقولك كده. كانت طعمها رهيب. هتضربيهم في الخلاط وبعدين نسيبهم على جنب لغاية ما الطبيخ يغلي غلوة، وبعدين تضيفيه تاني ليه اهو زي ما انت شايفة كده. بتضيفيه تاني ليه بعد ما الطبيخ ياخد غلوة مع القلقاس. تمام. ضفت له زي ما انتم شايفين شوية كزبرة كمان ناشفة وشوية كمون بس كده. معايا هنا بقى هعمل شوية رز. معايا معلقتين زيت حطيت عليهم اول ما سخنوا معايا، حطيت الشعرية بتاعتي. خلاص يا بنات الشعرية خدت اللون الذهبي الجميل ده. هنزل طبعا بتبقى غاسلة رز. الرز الشعرية نص الرز، يعني لو هتعملي كيلو رز يبقى نص شعرية. تمام. هتبداي تشوحيه تشويحتين كده حلوين كده، وبعدين تضيفي له الميه بتاعته او الشوربه بتاعته. يعني لو عندك شوربه حطي، لو عندك ميه لازم تكون مغليه. لو ميه تحطي مكعب مرق وشويه بهارات ومعلقتين زيت فيها وهي بتغلي وخلاص على كده. اذا احنا عندنا شوربه اللحمه الجميله ديت بيبقى الرز جميل ومفلفل فيها. لازم الرز اول ما تغسليه تروحي ضيفاه على طول، ما تركنهوش عشان ما يبشنش معاكي ويبقى مفرفر وجميل معاكي. تمام. هسيبه بقى كده هياخد غلوة، واول ما ياخد غلوة معايا بتروحي مهديه النار خالص عليه يستوي مع نفسه. معايا هنا بقى طاسة على النار، حطينا معلقتين زبدة وحطينا 4 5 فصوص توم طبعا مهروسين كويس جدا. بتحطيهم وتروح حاطه مكعب مرق. بتشوحيه شوية لغاية ما يدخل على اللون الذهبي. تمام. اللون الذهبي ما تحرقهوش. هنعمل الطشة للقلقاس الجميل. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نشوح فيه شوية لغاية ما ياخد اللون بتاعنا الجميل ده اهو يا بنات. طبعا اول ما ياخد اللون الحلو ده بتروحي منزلاه طبعا على القلقاس على طول. القلقاس اللي هو بالكزبره والسلق. شايفين لونه جميل ازاي؟ ولا هو خفيف ولا هو تقيل؟ شايفين الجمال؟ طبعا بتحطي شويه كده بقى على الطشه وتروحي منزله بيهم تاني عشان ياخد يعني الطشه اللي في الصينيه معايا. زي ما انتوا شايفينه كده شكله رهيب وريحته جميله. شمين الريحه حاجه كده عسل عسل عسل. اعمليه بالطريقه دي بقى يعجبك جدا جدا جدا. ويدي القلقاس بتاعنا استوى بقى زي العسل بعين. شايفين الجمال؟ يا سيدي على الجمال. اخر حاجه معايا بقى يا بنات هنعمل الجلاش بالفاهيتا بتاعتنا.
ادي الفاهيتا بتاعتنا او الشاورما بتاعتنا، ننزلها في طبق كده عشان نبدأ نجهز الجلاش بتاعنا. طبعا الجلاش بالطريقة الجديدة الطريقة التركية اللي طالعة بيبقى سهل وسريع وبياخدش وقت خالص، وانت واقفة بتعمليه على الطاسة وانت واقفة. معايا لف الجلاش اهي زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نطلع الجلاش كده وبالراحة كده بتفرديه وبتاخدي ورقتين ورقتين. طبعا بتبقى محضرة الزبدة بتاعتك او السمنة بتاعتك، بتبقى مسيحاها وحطاها في طبق، يعني كوباية الا ربع كده ولا حاجة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هنجيب وحدتين بقى، وما بين كل اتنين بتحطي معلقة زبدة زي ما انت شايفة كده. بتجيبي اتنين اهوت وتروح حاطة معلقة زبدة في النص اهو. طبعًا بتكوني مسيّحاها أو بدرجة حرارة المطبخ، بس يعني تكون سايحة شوية عشان ما ناخدش كمية كبيرة من السمنة، ما يبقاش دسم أوي. زي ما أنتم شايفينه كده باعمل الحروف وبعدين أدخل على اللي في النُص أهو زي ما أنتم شايفينه. هاخد بقى كمية مناسبة كده من الشاورما أو الفاهيتا بتاعتي أهو يا بنات. أسهل وألطف وأحلى وأجمل طريقة ممكن تعملي بيها الجلاش، سريعة وسهلة متاخدش وقت خالص. بعيدا بقى عن اللي هي الصواني اللي احنا بنعملها في الفرن، بنحط رق وبعدين النص بتحطي الحشو وبعدين تحطي الرق التاني وتدخلها الفرن. لا دي وانت واقفة بقى بتكون في 5 دقايق جاهزة. يعني تنفع معاكي كمان لو انت مستعجلة وحابة تعمليها غدا عشاء فطار لأولادك، بتنفع معاكي، بتبقى سهلة وخفيفة ما بتاخدش وقت خالص منك. طبعا اي حشوة بقى ممكن تعمليها، ممكن تعملي حشوة بسطرمة، ممكن تعملي حشوة لحمة، ممكن تعملي حشوة جبن. بتبقى بالجبن جميلة قوي الصبح او بالليل، يعني اكلة سريعة كده مبتاخدش وقت، جميلة جدا. الرق على السوا اهم حاجة، السوا يا بنات، يعني ما بتاخدش هي 10 دقايق، كل العملية كلها ما بتاخدش 10 دقايق، بس اهم حاجة السوا. ده ما بياخدش وقت خالص اهو زي ما انتم شايفينه كده. بتاخديه وتطبقيه من الجوانب بقى من هنا ومن هنا وتروحي عاملاه ظرف زي ما انت شايفة كده اهو، مطبقاه ظرف. انا عملت الكمية هي المناسبة لينا اللي احنا ناكلها، يعني هم 5 هم زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا لازم تطبقيه كويس، وفي القفلة بتحطي نقطة زبدة. تمام، يعني بتدهنيها بزبدة. معايا الطاسة على النار بقى اهوت، حطيت فيها معلقة زبدة ورحت حاطة الجلاشة بتاعتي. وطبعا بتفضلي تبططي عليه كده بأي اسباتشولة أي حاجة معاكي، بتفضلي تبططي عليه كده عشان ياخد سوا واحد، ياخد سوا من في النص كمان، يعني كله يبقى مستوي. ادي القلقاس جاهز معايا بالنوعين الاتنين يا بنات، الطبيخ واللي هو التاني بالكزبرة والسلق. وادي الرز جاهز معايا والشرب، واللحمه برضو قربت تستوي خلاص. ده كله ما خدش مني ساعه. واخر حاجه بتعمليها الجلاش بتاعك، طبعا بتعمليه قرب الاكل على طول، لانه معمول بسمنه، لازم يكون سخن قبل الاكل على طول. تمام. خلاص خلصنا الكمية كلها هيت، والأكل كله استوى معايا وبقى زي العسل معايا، شكله يفتح النفس ولونه جميل وطعمه أحلى. ادي شوربة القلقاس بتاعي الجميل ده، حاجة كده عسل. وادي اللحمة بالشوربة بتاعته، تجربيه بالطريقة ديت هتعجبك. طبعا لو انت مش حابة تشربي شوربة اللحمة كده، بتشوحي بصلاية على النار بقرن فلفل حامي، وتروحي طشاها على اللحمة بعد ما تستوي. يعني اللحمة ما تضيفهاش بقى، ما تضيفلهاش مرقة عشان يعني عشان تشربي مرقتها، لا احنا بنشيل على قد ما نقدر المرقة، وبعدين الحاجة المتبقية، يعني الكمية المتبقية بتروحي ضايفة عليها معلقة دقيق، وضايفة عليها طشة البصلة، بتبقى جميلة قوي، بتغمسي بيها وزي العسل. وادي الاكل بتاعنا زي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة، بحبكم في الله.